السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكي معايا أنا خديجة برهان في برنامجك أنا وأنتي. اليوم راح أكلمك عن تأثير الكلمات أو الكلمة على مشاعرنا وعلى قراراتنا وعلى مستقبلنا. موضوعنا اليوم عن الكلمة الخبيثة أو الكلمة الغير طيبة. الكلمة الخبيثة سبحان الله، يعني كثير مننا ممكن ما يفهم إيش معناها، أو إنه مفهومها دائما هو في كلام الشرك أو كلام اللي هو الكفر فقط. إنما معنى الكلمة الخبيثة هو معنى واسع جدا. ربما تكون الكلمة الخبيثة غيبة ونميمة وشهادة زور، وربما تكون الكلمة الخبيثة احتقار الأشخاص، وربما تكون الكلمة الخبيثة اللي هو كلام الباطل، وربما يكون الكلمة الخبيثة هو الكلام السيء اللي احنا نقوله لأنفسنا. يعني مش بالضرورة أن يكون الكلمة الخبيثة دايما احنا نقولها للآخرين، لا، ممكن يكون نحن كمان نقول الكلمة الخبيثة والكلمة الغير طيبة لأنفسنا نحن. يعني نشوف مثلا شيء معين ما يعجبنا، نقول رأي غير جيد وغير مفيد. ممكن تيجي تقولي لي طب أنا هذا رأيي وهذه الحقيقة. هو الكلام مو أنه هذا رأيي وهذه الحقيقة، هو إيش الفائدة أساسا من الكلام اللي انقال؟ هل هو يفيد ولا ما يفيد؟ ربما تيجي بنتك ولا أختك ولا صديقتك تخبرك عن أمر معين أو تطلب رأيك في أمر معين، والرأي هذا لا يقدم ولا يؤخر، أو الشيء نفسه ما يقدم ولا يؤخر. ربما يكون لبس اشترته أو شيء اشترته، فمن باب الحقيقة تضطري إنك أنت تقولي لها لا مو حلو ويجيب الاكتئاب ولغنه ما أدري كيف، وتبدأي تسردي كل السيئات اللي أنت شايفتها تجاه هذا الشيء. هذه كلمة غير طيبة، لأنه إذا الإنسان اشترى الشيء، مثلا صاحبتك اشترت هذا الشيء وخلاص اشترته وانتهى الموضوع، معناه اشترته هي عاجبها. حتى لو أخذت رأيي لازم أحط في اعتباري إنه هو أساساً عاجبها بغض النظر عن رأيي أنا، ورأيي أنا يبقى رأيي أنا في نفسي أنا فقط. خليني أفرحها ولا أقول لها رأيي في هذا الشيء، إنما أقول لها كويس ما شاء الله اخترتي شيء جيد، يعني المهم إنه عجبك ولا لا، خلاص نقفل الموضوع على كده. لكن اللي يصير نحن عندنا بالذات النساء إن إحنا نستسهل جدا إعطاء آراءنا بسبب ولا بدون سبب، بداعي ولا بدون داعي، إن طلب مننا ولا ما طلب مننا لازم نعطي رأينا. مع الأسف الشديد أغلب الآراء اللي نعطيها هي آراء سلبية، يعني فهذه الآراء السلبية تندرج تحت الكلمة الخبيثة. الكلمة الخبيثة مو بالضرورة تكون كفر، خلاص الكفر كفر، والكلام السيء سيء، والغيبة والنميمة محرمة، والكلام الذي يغضب الله سبحانه وتعالى في السب والشتم اللي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، هذا كلام كبير يعني ما يبغى له نحن نقول فيه شيء. لكن لو دخلنا في تفاصيل الكلمة الخبيثة في حياتنا، نحن نلاقي نفسنا ان احنا مع الأسف الشديد كل يوم احنا بنقول كلام مو طيب. يعني كلمة خبيثة هذه هي الكلمة السيئة. احنا كل يوم بنقول لنفسنا كلام مو كويس، بنقول لأولادنا كلام مو كويس بشعور ولا بدون شعور، بنقول لأزواجنا لجيراننا للناس اللي عندنا بأي شكل من الأشكال. مجرد اليوم أنا أقول لنفسي أنا إيش اللي خلاني أسوي زي كذا، لأني أنا ما عندي عقل، ما عندي علم، أنا دائما ينضحك علي، أنا دائما طيبتي هي سبب مشاكلي، وطيبتي هي هذه اللي تسبب لي الأذى من الناس، وأنا لولا الكرم اللي عندي هذا هو اللي مأذيني. كل هذه الكلمات كلمات سيئة جدا نقولها لأنفسنا. لما نتخذ قرار وأفشل فيه لأي سبب من الأسباب أبدأ ألوم نفسي، ليش سويت أنا كذا؟ لأن لو عندي علم ما كنت سويت زي كذا، لو كان عندي فهم ما كنت سويت كذا، لأني بس أنا إنسانة غير ذكية، أنا إنسانة كذا وكذا وكذا وكذا. كل هذا الكلام كلام سيء يحطم النفس. لما نشوف اليوم أولادنا يسيئوا التصرف أو يسيئوا السلوك،
على طول ننطلق بدل ما نذم السلوك نذمهم هم. انت ما تنفع، انت ما تفهم، انت ما تعرف، ما تقدر، انت ما تشوف التعب اللي انا قاعدة اتعبه عشانك لانه انت انسان مستهتر. وهكذا هذه السلسلة طويلة من الكلمات السيئة جدا اللي احنا نقولها لأبنائنا. نفس الشيء ينطبق على أي أحد. فالكلمة الخبيثة مجالاتها واسعة جدا واستخداماتها واسعة جدا، ومع الأسف الشديد نحن متأخر جدا ندرك أنه هذا الشيء ما هو كويس، وندرك أنه إحنا أساسا بعض الأحيان الأخطاء اللي نرتكبها بحياتنا هي عبارة عن كلمات سمعناها وإحنا صغار أدت أنه إحنا نصدق الكلام اللي انقال عننا. فلما مثلا وإحنا صغار لما ينقال لنا أنتوا ما تفهموا، أنتوا ما، خلاص بنينا أنفسنا إحنا بالفعل ما نفهم. ليش؟ لأنه هم قالوا لنا كده، فأكيد أنا ما أفهم، فأتصرف في الحياة نتيجة الكلمة السيئة والكلمة الخبيثة التي قيلت لي، فيكون قراراتي مبنية على كده. عشان كده دايما احنا نركز على مسألة انه الانسان لازم يبدأ يثق في نفسه ويستعيد الثقة بنفسه من خلال ايش؟ انه لا تصدق الكلام اللي يقال لك. الكلام اللي يقال لك هو مجرد رأي، والرأي ده هو يخص صاحبه فقط، لكن ما يخصك انتي ولا يخص اي احد، يعني ما له علاقة بأي احد، كلام من قاله بس. وسبحان الله في الإسلام لعظم الكلمة يعني أولى أهمية كبيرة جدا لهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يثني على الصحابة، صغار الصحابة وكبارهم، فكان يقول نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. ليش طب قال له كذا؟ مع عبد الله بن عمر كان يعني إنسان مؤمن، لكن من باب المدح والثناء عليه والجدية اللي عنده يا ريت يقوم الليل، دعوة إلى الخيرية. حتى لما يخطئوا الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرتكبوا شيء معين يعني ليس من الكبائر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يعرض بالكلام، فبيقول إيش؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. حتى يقول ما بال أقوام بدون ما يركز عليهم أو يؤشر عليهم أو يشير إليهم، ويقول يفعلون كذا وكذا، يعني هم فعلهم كذا لكن ليسوا هم كذا وكذا. فهناك في فرق يعني. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلمة ميزانها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. رب كلمة تهوي بصاحبها 70 أرضا في نار جهنم، ورب كلمة تدخل صاحبها الجنة. فالكلمة ما هي كلمات نحن نقولها ونيجي ماشيين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذر الصحابة من أنهم يتساهلوا في الكلام ويستسهلوا الكلام. عشان كده قال إيش للصحابي؟ قال له وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان هذه العضلة الوحيدة القوية جدا يمكن للإنسان أن بها يستقبل رحمات الله سبحانه وتعالى، وبها ممكن الإنسان يعني لا سمح الله يعني يتلقى فيها غضب الله سبحانه وتعالى. طيب إيش ممكن تسوي الكلمة السيئة أو الكلمة الخبيثة في الإنسان؟ الكلمة الخبيثة ممكن تميت الأمل عند الإنسان، ممكن تقتل الأمل عنده. يكون الإنسان عنده أمل في أي شيء متعلق فيه، فيجي واحد أو واحدة يقول له أوه أنت مرة تحلم، يعني هذا يعني مستحيل يصير هذا الشيء، لا تتأمل كثير، أو هذا إنسان سيء لا تعطيه ثقتك من الآن. يكون هو متأمل أنه هذا الإنسان رح ينصلح حاله، فيجي آخر يأس منه. أو واحد عنده أمل أنه وضعه يتغير، فيقال له لا تحلم أن وضعك هذا يتغير، ولا حالتك هذه تتغير، ولا حياتك هذه تتغير أبدا يعني. فيقتل الأمل عند الإنسان. وإيش الإنسان أساسا في الحياة الدنيا إلا أنه يتفاءل ويتأمل خير وهو يعيش. فيأتي مثل هؤلاء الناس اللي يستسهلوا الكلام المحبط ويكسروا اللي هو النفوس، فيستسهلوا الكلام ويقولوا طيب ليش الكلام ده كله؟ يعني إيش الداعي أن أنا اليوم أقول كلمة أكسر فيها أمل إنسان أو أميت الأمل عند أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ بشروا ولا تنفروا. والله لو الواحد شايف إيش مو شايف، المفروض دائما يكون على طرف لسانه البشائر والمبشرات والطمأنينة، ما يقول أبدا أبدا إنه في مصيبة راح تصير. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟
من قال هلك الناس فقد أهلكهم. يعني الإنسان لو شايف الناس كلهم يرتكبوا الذنوب والمعاصي وخلاص يعني إلا ينزل عليهم أمر الله سبحانه وتعالى، لو قال والله هلكنا فقد أهلكهم هو بكلامه، بدل ما يقول لهم يعني يعظهم وينصحهم ويوجههم، لا يقول كيف نحن الله راح يغفر لنا إلا أن الله راح يهلكنا بهذه الذنوب، فقد أهلكهم وأهلك نفسه. لذلك كان من هدي الإسلام أنه دائما الإنسان يكون متفائل، تفاءلوا بالخير تجدوه. وهذه هي الفكرة الأساسية، أن الإنسان ما يستعجل، وأساسا ما في داعي، مو ما يستعجل، ما في داعي أساسا يقول كلمة ما لها داعي. إذا كان في بلاء نازل ونازل فلا ينزلن البلاء بكلمة نقولها نحن، خلي البلاء ينزل لحاله. وأساسا البلاء لما ينزل دائما ينزل معاه اللطف من الله سبحانه وتعالى. لكن الناس سبحان الله يعني يستخسروا على بعض الرحمات اللي تنزل من الله سبحانه وتعالى. كمان الكلمة الخبيثة والكلمة السيئة ممكن تأثر على الإنسان فيفقد الإنسان من خلالها ثقته بنفسه. لما ينقال لأحد مثلا أنت إيش عرفك، أنت ما تعرف، أنت ما تفهم، أنت ما تقدري، أنت ما تفهمي، أنت ما تعرفي الدنيا كيف ماشي، أنت ما تعرفي الحياة إيش مسوية في الناس، أنت ما تعرفي، وأنت 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 وأنت، لما اليوم تقوليها لأحد، تقوليها لبنتك وولدك ولا حتى لنفسك، تلقائيا راح تفقدي ثقتك بنفسك. تلقائيا الشخص اللي معاكي اللي قلتي له هذا الكلام راح يفقد ثقته بنفسه. وإذا الإنسان فقد ثقته بنفسه معناها خلاص اسودت الدنيا في عينه، فيسلم زمام أموره لأحد تاني، مو مهم من الأحد تاني، لأنه في النهاية حيقول مو مهم، إذا أنا ما أعرف أساسا أسوي هذا الشيء خلي أي أحد يسوي بالنيابة عني، فيتولى قيادة حياته، فإما يقود إلى الخير وإما إلى الشر. لكن العجيبة سبحان الله أن الإنسان متى يستعيد ثقته بنفسه؟ أنه لما يفقد ثقته في الناس، من كثر الأخطاء اللي يشوفها الناس وأذيتهم له يفقد ثقته فيهم. فالعاقل المنتبه يستعيد ثقته بنفسه. لذلك الكلمة الخبيثة تفقد الإنسان ثقته بنفسه. إذا اليوم أنا أبغى أربي أولادي تربية قائمة على أن يكون عندهم ثقة بنفسهم، لازم يكون من أهم الشروط التي أتبعها والأساليب اللي أتبعها أنه كثرة المدح والثناء على سلوكياتهم وعلى تصرفاتهم وعلى ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من مميزات وهبات. خلينا نتوقف معاكي فاصل قصير وأرجع أكمل معاكي أثر الكلمة الخبيثة على النفس. رجعنا بعد الفاصل نكمل ماذا تفعل الكلمة الخبيثة في الإنسان. الكلمة الخبيثة ممكن تضعف الهمة، مو ممكن، أكيد تضعف الهمة. لما نشوف إنسان متكاسل يسوي أي شيء، إذا شجعته راح يقوم يسوي أي شيء أو يخطو خطوات في حياته. لكن إذا هو ما شاء الله يعني ماشي بهمة وعزيمة وكل شيء، وأنا دائما يعني أحبطه، مهما سويت ما راح تنجح، مهما فعلت ما راح يتغير، مهما مش عارف إيش، لو إنك تترك التعب هذا، لو تتركك من هذا الأمر، لو تتركك من هذا الكلام، هذه الجمل تضعف الهمة الإنسان. فالإنسان في النهاية يعني إيش يقول، إذا مهما سويت ما ينفع، خلاص خليني أترك هذا الموضوع. إحنا دائما إيش نقول في الأمثال، الزن أقوى من السحر. ليش؟ لأنه تكرار الشيء يخلي الإنسان يصدق الكلام اللي يسمعه فيتصرف حسب ما فهم. فإذا أنا اليوم أكرر كل الكلمات السيئة والسلبية أمام أي إنسان آخر، معناه راح يصدق مع الوقت. طيب وبعدين راح يجاوب معايا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى اللي يدرك تماما أنه هذا الكلام ما يعني، وهذول قليل. فأنا اليوم لما أولادي مهما بذلوا من جهد ومن أي شيء، لما أقول لهم مهما سويتوا ما راح توفوا حقي، مهما سويتوا ما راح تنجحوا، مهما سويتوا ما راح تتوفقوا، مهما سويتوا مهما ومهما ومهما، خلاص يقولوا إذا هذا هي رأيها فينا، إذا هذا هي الحقيقة، خلاص ليش أتعب نفسي أنا؟ عشان كده دائما المهم جدا مسألة إنه إحنا ما يعني نكرر الكلام السيء. ممكن أقول رأي، بس أقوله رأي على السلوك نفسه بس، لكن مو على الشخص نفسه، حتى لا يصدق ويتفاعل معه بشكل سلبي. كمان الكلمة الخبيثة إيش تسوي؟ تحيي في النفوس الحقد والكراهية والحسد. توجد في النفوس الحقد والكراهية والحسد.
الكلمة الخبيثة ممكن تكون مقارنات. اليوم أنا أقارن بنتي ببنت أختي، أو أقارن بنتي بصاحبتها، أو أقارن نفسي بأحد آخر، أو أقارن ولدي مع أحد آخر، أو أقارن وضعي أنا بوضع أحد آخر. هم أحسن مننا، إحنا ما عندنا، هم عندهم، هم يفعلوا، هم إحنا ما نفعل، هم يسافروا. كل هذه كلمات خبيثة أو كلمات سيئة. إيش تؤدي لإيش؟ تؤدي إن الإنسان يمتلئ قلبه حقدا وحسدا لهؤلاء القوم. لأنه الحسد من إيش يجي؟ من الكلام. الحسد أساسا من إيش هو؟ من الكلام. يعني من مثلا بعض أنواع الحسد يأتي من الكلام. إنه اليوم أنا لما أقارن شخص بشخص، خلاص هو يكون ما في حاله، ما عنده ولا مشكلة، وقابل وضعه، متقبل وضعه، وراضي بحاله. لكن حالة الرضا هذه تنكسر بسبب المقارنات والكلمات السيئة جدا المحبطة والمحطمة اللي تيجي. فيتعلم الإنسان إنه يحقد، وإنه يكره، وإنه يحسد، لأنه يقول إذا كان هذا الإنسان اللي جالس يتكلم بهذا الشكل معجب فيه، فأنا راح أخليه يعني أأذي هذا الشخص، وأخليه ما يشوفه قدام عينه حتى يكون ينتبه لي أنا. عشان كده احنا دائما نلاحظ هاي الشغلة مثلا في الأطفال الصغار، إنه احنا لما نميز بينهم أو نقارن بينهم يبدأ يصير عندهم حالة من الحسد الخفيف، يعني يتعلموا. لكن أنا إذا اليوم ما أبغى أولادي يتعلموا الحسد، فلا أثني على أحد أمامهم ولا أذم أحد أساسا. دائما أرجع ولدي وبنتي أثناء الكلام لما يقارن نفسه بأحد ثاني، وأقول له أنت لازم تقارن نفسك بنفسك، ما تقارن نفسك بالآخرين. الآخرين لهم ظروفهم، لهم كذا وكذا وكذا، وأنت الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الامتيازات التي هي كذا وكذا وكذا وكذا. فأعينه على نفسه، وأخليه يركز على جوانب القوة والهبات اللي الله أعطاه إياها، ويركز على أنه ينافس نفسه بنفسه، لكن لا ينافس الآخرين. هذه طبعا كلها كمان إيش تحدث بسبب الكلمة الطيبة. إذا كانت الكلمة الخبيثة اليوم توجد في النفوس الحقد والحسد والكراهية، فالكلمة الطيبة تأتي وتطفئ هذه الأشياء بإذن الله تعالى. كمان من الكلمة الخبيثة، تأثير الكلمة الخبيثة أنه هي ممكن تقوي الباطل. بعض الأحيان شهادة الزور أو الشهادة اللي هي في صالح شخص آخر على باطل تقويه. فهذه القوة التي يستمدها الإنسان من خلال الكلمة تؤدي إلى أن الإنسان يأكل حق غيره، أو يأخذ حق غيره بدون وجه حق، فبالتالي يمارس عليه الظلم. فهذه من تأثيرات الكلمة الخبيثة. الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أغلب هذه الأشياء تحدث من خلال الكلمة. أغلب النتائج لهذه الآيات مثلا أو الأفعال هذه تحدث من خلال الكلمة والاسترسال في الكلام السيء. الإنسان يطلق على عواهنه بدون ما يدري إيش تأثيره. فدائما نحن نأكد أنه الإنسان إذا الكلمة اليوم أبغى أقولها، لازم أسأل نفسي سؤال مهم جدا: إيش الفائدة من هذا الكلام؟ هل لإحقاق الحق وإماتة الباطل، ولا لإيش بالضبط؟ لمصلحة مين؟ أو هل هذا الكلام يرضي الله سبحانه وتعالى ولا لا، ولا يرضيني أنا ويرضي هواي ويرضي الشيطان ويرضي الناس فقط؟ إذا كان الكلام اللي راح أقوله يرضي الله سبحانه وتعالى فهو معناها من الكلمة الطيبة. وإذا كان الكلام هذا راح يرضيني أنا ولا يرضي فلان وعلان الناس والشيطان والدنيا والناس، معناه هذا من الكلام اللي هو ما في داعي إنه الإنسان يقوله، وقل ما فيه يقال فيه إيش هو؟ إنه الكلام بالباطل فقط، كلام فيما لا ينفع. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض تركه مما لا يعنيه هو الكلام الذي لا داعي منه، والذي لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا. فهنا يبغالنا دائما نحرص على مسألة كيف ممكن يكون كلامي أنا اليوم مؤثر. اليوم الكلام اللي أنا راح أقوله راح يسجل في ميزان حسناتي، أو في ميزان في كتاب في صحيفة عملي عند الله سبحانه وتعالى، وما راح أطلع على هذه الصحيفة إلا يوم القيامة. فيبغى لنا إحنا نرجع ننتبه لكلامنا ولكلماتنا، خاصة إحنا النساء. إحنا النساء نتساهل جدا في مسألة الكلام، في إطلاق الكلام، وما نراعي الظروف ولا نراعي الحال ولا نراقب أمر الله سبحانه وتعالى. نستسهل الموضوع لأنه بطبيعة النساء هم يحبوا الكلام. فدائما إيش الإنسان اللي يحب الكلام لازم يقع في شيء ما.
لذلك كان سبحان الله في الإسلام من أدب المجالس دائما الدعاء الذي يقال في آخر المجلس اللي هو إيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لأنه أي لغو وكلام سيء قيل في هذا المجلس بهذا الدعاء بإذن الله تعالى الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ويغفر لصاحبه، ما لم يكن غيبة ونميمة والكلام بالباطل طبعا. فدعوتي لك أنه من اليوم نبدأ نحن ننتبه لكلماتنا، لأن هذه الكلمات ما هي كلمات عادية نحن نقولها، كلمات تؤثر، تحيي وتميت، كلمات ممكن تدخلنا الجنة وممكن تدخلنا لا سمح الله النار. فيبغالنا الحذر والانتباه لهذه الكلمات، وخاصة لما نتكلم فيها مع أبنائنا وبناتنا. إذا اليوم نحن نبغى نعين أبنائنا وبناتنا على البر والإحسان إلينا، لازم نبدأ من خلال الكلمات التشجيعية التي تساعدهم على أداء هذا البر وهذا الإحسان بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أنا كنت معك خديجة برهان في حلقتك اليوم بالكلمة الخبيثة، والتقيك في حفظ الله ورعايته في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أتركك الآن في أمان الله.